بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ساعة الأرض هي تذكير لساكن هذه الكرة الأرضية أن هناك واجب مشترك على جميع ساكنيها للمحافظة عليها، المحافظة على البيئة التي حبانا الله سبحانه وتعالى إياها لنعيش عليها واستخلفنا فيها. والمملكة العربية السعودية جزء من ساكن هذه الأرض، عليهم مسؤوليات ولهم مصالح، وحبانا الله سبحانه وتعالى بمصادر طبيعية كثيرة، فالمحافظة عليها واجب كبير على الجيل الحاضر للأجيال القادمة. وترشيد استهلاك الطاقة هو إحدى الوسائل الرئيسية للمحافظة على ذلك، للمحافظة على المصادر الطبيعية واستخدامها للاستخدام الأمثل حسب ما أمر الله، والمحافظة أيضا على البيئة. والله سبحانه وتعالى قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. السلام عليكم. إن نجاح العمل البيئي يتطلب وعيا وجهدا من قبل المجتمع بكافة شرائحه، فإذا استطعنا أن نقدم جيلا يعي ويدرك أهمية البيئة وحماية مواردها فإنه سينقل وعيه وفهمه للجيل الذي يليه، وبذلك نضمن استمرارية الحفاظ على مقدراتنا الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة. ساعة الأرض يوم 29 مارس من كل عام من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 هي ساعات تضامنية لسكان كوكب الأرض لكي للاستشعار المسؤولية وأهمية الالتزام والإحساس بالتغير المناخي الذي أصبح يشكل هاجسا للعالم كله. أتمنى أن نستشعر هذه الساعة ليس لمجرد الدعاية، ولكن لكي نتوقف حقيقة ونستشعر هذه المسؤولية. نحن في الشركة السعودية للكهرباء سنشارك وسنطفئ الإضاءة في جميع مقرات ومباني الشركة في كافة مناطق المملكة، وقبل هذا يجب أن نكون قدوة في استشعار المسؤولية في ترشيد استهلاك الطاقة. حياتنا أرضنا فلنحافظ عليها، ساعة الأرض فلنجعلها أكثر من ساعة. ساعة الأرض. ساعة الأرض هي أضخم حدث بيئي على مستوى العالم، تشارك فيه المملكة العربية السعودية للمرة الخامسة على التوالي هذا العام 2014. يهدف هذا الحدث إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، أيضا الاهتمام بمصادر الطاقة، لأن بيئتنا مسكننا وطاقتنا مستقبلنا. ساعة الأرض فلنجعلها أكثر من ساعة.